مشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أصدقائي في كل مكان، اللعب بقى على المكشوف والمنتخب مخطوف، وفيتوريا سيكرت عمال يهبط، وتوتة توتة خلصت الحدوتة، والمنتخب المصري في الكان قدم لينا أسوأ وأوحش حدوتة وحكاية لأسرة وعيلة، عيلة كبيرة، عزوة وسمعة وأهل وناس كتيرة، ناس معروفة في كل الجيرة بتاريخهم وبألقابهم وبحاجات كتيرة. العيلة دي عندها ابن زي ما حضراتكم عارفين أغلى حاجة في الدنيا، وكل ما يترجوه إنه يبقى أعظم ولد في الكون. جالهم ناس لابسين كويس وبيتكلموا كلام إنجليزي حلو، في وسط الكلام أقنعوهم إنهم ياخدوا الولد يربوه ويعلموه أحسن علام في أحسن مكان، وهم عليهم يدفعوا المصاريف، وعلشان هم ناس طيبين ونفسهم يشوفوا ابنهم مهندس ولا دكتور قد الدنيا وافقوا. وزي ما بقول لحضراتكم احنا ناس طيبين، لكن الحكاية للأسف ما كملتش كتير، ما طولتش. الولد مع أولى ثانوي شال مواد كتير، ويا ريته شال كيمياء وفيزياء ولا رياضة، لا ده شال كل المواد وسقط في كل التفاصيل. حكاية محبطة، تراجيديا قتلت الأمل والحلم ورغبة الملايين إنهم يشوفوا ابنهم قرة العين، يشوفوه أحسن واحد في الدنيا وأحسن واحد في الكون. وعلى رأي الراحل الرائع محمود عبد العزيز، جرائية ويصة، جرائية ويصة، جرائية كونغو، جرائية جماعة، جرائية فيتوريا، شايفني تعبان خد بإيدي اسندني. امال احنا بنديك فوق نفحتك نفحة ليه؟